المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من تلفزيون دولة إريتريا نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزارة الزراعة تدعو المزارعين لتسريع عملية جمع الإنتاج. سيمينار لحماية الآثار في فرو وقلعلو. دعم الطلاب في عصب. الرئيس الكوري الجنوبي يضغط على كوريا الشمالية لاستئناف المفاوضات. نتنياهو يفشل في تشكيل حكومة إسرائيلية وتكليف جانتس بالمهمة. ومجموعة روسية تخترق مجموعة تجسس إيرانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعت وزارة الزراعة المزارعين لتسريع عملية جمع الإنتاج تفاديا لتوقعات قدوم أمطار بحرية. وفي اللقاء الذي أجراه مسؤول فرع تنمية البذور والحيوانات في الوزارة السيد برقي أغبا ميكائيل مع وكالة الأنباء الإريتريا إرينا، ذكر بأن خريف هذا العام كان فوق المعتاد ويتميز بهطول فترة وكمية هطول الأمطار، مناشدا المزارعين بأنه آن الأوان لجمع الإنتاج بوتيرات متسارعة، مستفيدين من أنشطة النفير المختلفة والتكاتف والتعاون. وأوضح السيد برقي بأن البلاد معتادة لهطول أمطار بانتشار واسع في شهر سبتمبر وبكمية قليلة في شهر أكتوبر في موسم الخريف البحري الطيب، ورغم أنه بالإمكان انتهاء خريف هذا العام قبل شهرين، إلا أن توقعات الأرصاد الجوية تنذر باستمرار الأمطار لفترة شهر واحد، داعيين المزارعين للتسابق مع الوقت من أجل حصاد إنتاج وفير. وقال السيد برقي إن على المزارعين الاستعجال من جمع المحصول، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة جهزت حوالي 50,000 منجل لتسريع عملية جمع المحصول، وقد أرسل حتى الآن حوالي 5,000 منجل إلى الإقليم الجنوبي حسب الطلبات المقدمة. وأوضح بأن السمسمة في القشبركة والقمح في المرتفعات والدخن في عنسبة من أهم أنواع المحاصيل الحقلية التي تمنح الأولوية لجمعها، حيث تجري عملية جمع السمسم في القشبركة من حوالي 18,000 هكتار، وقد تم زراعة القمح المحسن في مساحة 444 هكتار بالإقليم الجنوبي، لا سيما في الإقليم الأوسط في مساحة 576 هكتار، وقد تم إعداد الآليات لجمع إنتاج تلك الحبوب الحقلية في الوقت المناسب. في الختام، أكد مسؤول فرع تنمية البذور والحيوانات في وزارة الزراعة السيد برقي أغبا ميكائيل جاهزية الوزارة لتقديم الدعم الإرشادي والأدوات والآليات من أجل جمع المزارعين الإنتاج في وقت وجيز. قدم قسم الثقافة والرياضة في 15 وحتى 18 من أكتوبر سيمينار لحماية الآثار والتراث غير المادي في مديريتي فرو وقلعلو بإقليم شمال البحر الأحمر. وتضمن السيمينار الذي شارك فيه الأعيان ورجال الدين والمدراء وممثلي السكان محاضرات حول التعريف وأهمية المتحف والآثار وأهميتها والتراث غير المادي وإدارة تنظيم المهرجانات والاحتفالات الوطنية. وأوضحت المدير العام لقسم الثقافة والريادة السيدة زينب عمر أهمية دور المسؤولين وجميع المواطنين للحفاظ على الآثار والتراث الفني والتراث الغني في إقليم شمال البحر الأحمر، مؤكدة العمل الجاد لإدارة الإقليم لإنجاح مهام توثيق والحماية الجارية. وذكر مسؤول الثقافة السيد يوهانس غبريسوس وجود آثار قديمة في إقليم شمال البحر الأحمر تجعل إريتريا معروفة عالميا، داعيا المواطنين تعزيز مساهمتهم لحماية الآثار. وأشار المشاركون إلى أهمية المحاضرات لرفع الوعي بالآثار، منادين الاهتمام بالآثار غير الموثقة في جبال ديعوت وربربية، ووجود طريق سالك إلى ميناء عدوليس الأثري والاهتمام بآثار الثورة. هذا وعقد سيمينارات مماثلة في مديريات نعفة وفعبات وقندع.
أوضح مسؤول مكتب النقل البري في الإقليم الجنوبي السيد محاري هابتي إجراء الفحص الدوري ل 1963 سيارة بالإقليم، وتخطت الفحص 79% من السيارات. وأشار إلى إجراء فحص السيارات من 15 يوليو وحتى 11 من سبتمبر في مديريات مندفرة ودك أمحري وعدقيح لضمان كفاءة السيارات، وفشلت 21% من السيارات تجاوز الفحص. ويتضمن فحص السيارات التي يهدف تأمين السلامة الجودة وأوضاع المحرك وأعمدة الشاسي والأوضاع العامة لأجزاء الداخلية والخارجية للسيارة، مشيرا إلى إجراء الفحص الفجائي بالتعاون مع شرطة المرور إلى جانب الفحص الدوري السنوي. وحول تعليم قيادة السيارات، أوضح السيد محاري نجاح 2092 سائق متدرب من 22 مدرسة من جملة 2952 ممتحن من 7 مديريات. نظم مكتب وزارة الزراعة في إقليم عنسبة دورة تأهيلية حول مرحلة تبادل الإرشاد المهني للمزارعين في مديرية عتكليزان، وتساعد الدورة على تعزيز الأنشطة الزراعية ومضاعفة الإنتاج الزراعي. وكان الهدف من البرنامج الذي نظم في 21 من أكتوبر في وسط مشروع مزارع نموذجي السيد جبر مريم كفلي تعزيز المعرفة المهنية والتجارب فيما يتعلق ببذور القمح المحسنة. وفي البرنامج الذي شارك فيه 85 مزارعا من مناطق عتكليزان ودق زروة ورا وغولاغول ودق أمحرية، أوضحت المسؤولة المؤقتة لقسم الزراعة والأراضي في إقليم عنسبة السيدة كبرى جبر مسقال بأن الاستفادة من البذور المحسنة تؤدي إلى مضاعفة الإنتاج والإنتاجية بنسبة 50%، وتعتمد نسبة 50% المتبقية على الاستعداد التام للمزارع مثل تسميد المزارع وكذلك متابعة وجمع الإنتاج. بدورهم قدم المهنيون الزراعيون الناشطون في المديرية توضيحا مفصلا حول جودة وإيجابية ومتطلبات بذور القمح المحسنة، فيما تبادل المزارعون الأفكار بخصوص الاستعدادات الجارية في فترة الحرث والزراعة والتسميد والاستفادة الجيدة من السماد الطبيعي وطرق حفظ المياه والتربة والتنظيف وعملية المتابعة وجمع المحصول. وأوضح المزارع النموذجي السيد جبر مريم كفلي بأن جزء من بذور سيدرا للقمح المحسن المقدمة عبر مركز حلحلي للأبحاث الزراعية في مشروع تبلغ مساحته 4.5 هكتار إلى مرحلة الجمع، مشيرا إلى أنه وزع خلال 3 سنوات من تجربته بذور قمح محسنة إلى حوالي 125 مزارعا. وذكر المزارعون بأن 60 كيلومتر من بذور القمح المحسنة تنتج 28 كنتالا، ومن إيجابياته أنه يتحمل الأمراض والجفاف. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر مساعدات تمثلت على أدوات دراسية ل 440 طالب محتاج. وأوضحت مسؤولة مكتب الوزارة في مديرية عسب السيدة سابات ولدي أن الهدف من تلك المساعدة هو تحقيق المشاركة المتوازنة في التعليم، داعية الأسر لتشجيع متابعة أبنائها. وأكد أولياء الأمور أن الدعم الحكومي لمواصلة أبنائهم التعليم يسهم كثيرا لمتابعة أبنائهم التعليم. وقدمت مساعدات للطلاب في تيعو وعدي. عقد سيمينار في مصوى للدفع بأنشطة النظافة المجتمعية وخاصة أهمية المراحيض وفوائدها الصحية. وأوضح مدير مدينة مصوى السيد هيلي أسفها في السيمينار الذي شاركت فيه لجان الصحة البيئية ومدراء الضواحي وعمال المؤسسات الحكومية، أوضح بأن البرنامج يأتي في إطار البرامج الجارية لبناء المراحيض لجميع سكان المرافق في المدينة حتى عام 2020. وقال إن ضمان الصحة العامة من الأولويات وأساس برامج الإعمار، داعيا الجهات المعنية تعزيز أنشطة التوعية. وذكر المدير العام للخدمات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزاني فسها تنفيذ أعمال ناجحة حتى الآن نتاج المبادرات القوية للسكان وتعاون الشركاء، ويجب تضافر الجهود لإنجاح المهام. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم مع الأنباء العالمية. أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن أمام البرلمان زيادة النفقات العسكرية ودعا كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار ما قد يثير غضب بيونغ يانغ. والحوار متعثر بين البلدين منذ فشل قمة هانوي في فبراير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون. وكذلك تندد بيونغ يانغ بالمناورات العسكرية السنوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تعتبرها بمثابة تدريب عام لتنفيذ غزو، وتدين شراء سيول طائرات مقاتلة أمريكية. والوضع الراهن بعيد كل البعد عن الأجواء التي كانت سائدة عام 2018 عندما اغتنم مون فرصة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ لكسر الجليد ولقاء الزعيم الكوري الشمالي 3 مرات. وأعلن مون في البرلمان أن كوريا الجنوبية ستزيد ميزانيتها المخصصة للدفاع بنسبة 7% كي تصبح 50 مليارا وون، أي 37.66 مليار دولار العام القادم، مشيرا إلى أن الدفاع القوي ضروري لتقرير المصير. أعلن الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين أنه سيكلف رئيس حزب أزرق أبيض الوسطي بيني غانتس تشكيل الحكومة الجديدة بعد عدول بنيامين نتنياهو عن هذا الأمر. وأورد بيان لمكتب ريفلين أن كل أعضاء الكنيسة سيتم إبلاغهم أن الرئيس يعتزم تكليف رئيس أزرق أبيض النائب بيني غانتس تشكيل الحكومة في أسرع وقت، موضحا أن ذلك سيتم الخميس. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدوله عن تشكيل حكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 من سبتمبر وأسفرت عن نتائج متقاربة جدا. وكان نتنياهو الملاحق قضائيا بملفات فساد فشل في تركيب ائتلاف حكومي في انتخابات أبريل الماضي، ما دفعه إلى حل الكنيسة والدعوة إلى انتخابات سبتمبر. وخسر أيضا في الحصول على أغلبية، وفشله للمرة الثانية في تشكيل حكومة يمينية أو حكومة وحدة مع حزب أزرق أبيض. قال مسؤولون بريطانيون وأمريكيون أن مجموعة من المتسللين الروس استغلت عملية تجسس إلكتروني إيرانية لمهاجمة منظمات حكومية وصناعية في عشرات من الدول، متظاهرة بأنها مجموعة من المتسللين الإيرانيين. وتعرف تلك المجموعة الروسية باسم تورولا، وتتهمها السلطات في استونيا والتشيك بالعمل لحساب جهاز الأمن الروسي FSB. وقال مسؤولون أمنيون بريطانيون أن المجموعة استخدمت أدوات وبنية أساسية إلكترونية إيرانية ونجحت في اختراق منظمات فيما لا يقل عن 20 دولة مختلفة خلال 18 شهرا الماضية. وأضافوا أن عمليات التسلل التي لم يكشف عن حجمها من قبل ركزت على الشرق الأوسط، ولكنها استهدفت أيضا منظمات في بريطانيا. الخبر الأخير في هذه النشرة: قالت هيئة إدارة المنتزهات والحياة البرية في زيمبابوي إن 55 فيلا على الأقل نفقت في منتزه الألعاب في غرب البلاد منذ سبتمبر أيلول نتيجة الجوع الذي سببه الجفاف الشديد. وقالت تيناشي فاراو المتحدثة باسم الهيئة إن الحيوانات نفقت قرب آبار مياه في أنحاء حديقة هوانغ ناشونال بارك، مما يشير إلى أنها قطعت مسافة طويلة لتصل إلى الماء. وأظهرت التحقيقات نفوق 55 فيلا على الأقل نتيجة نقص الطعام والماء في المنتزه الذي يأوي أكبر قطيع للأفيال، يقدر عدده بنحو 50,000 حيوان. وتوضح هيئة إدارة المنتزهات والحياة البرية في زيمبابوي أن أكثر من 200 شخص قتلوا في هجمات لفيلة خلال السنوات الخمس الماضية. بهذا انتهت النشرة مشاهدينا الأكارم، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.